التقرير اللي جاي خاص بالقوات المسلحة. في إطار حرص القوات المسلحة على إقامة وتنفيذ مشروعات العديد من المشروعات الخاصة بالتنمية في أرجاء البلاد، إيمانا منها بدورها المحوري في القطاع التنموي، وفي إطار اهتمام الدولة بمحدودي الدخل وتنفيذ 1,000,000 وحدة سكنية لهذه الشريحة الكادحة من الشعب، ومساهمة من القوات المسلحة في هذا المشروع الضخم. تقوم الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتنفيذ أكثر من 120,000 وحدة سكنية. نشوف التقرير. إيمانا منها بدورها المحوري في القطاع المدني، تحرص القوات المسلحة على إقامة وتنفيذ المشروعات التنموية في أرجاء البلاد كافة. ففي إطار اهتمام الدولة بمحدود الدخل وقيام وزارة الإسكان بتنفيذ 1,000,000 وحدة سكنية لهذه الشريحة من الشعب، ومساهمة من القوات المسلحة في هذا المشروع الضخم، كلفت القيادة العامة للقوات المسلحة الهيئة الهندسية بها بتنفيذ 20,000 وحدة سكنية، منها 6,000 وحدة متكاملة المرافق والخدمات في منطقة حلوان، والتي تنفذها إدارة المهندسين العسكريين. ورغم عدم توافر أراضي مرفقة في محافظة القاهرة، قامت القوات المسلحة بإنشاء المشروع على أرض تابعة لها تبلغ مساحتها 92,000 فدان، ومساهمة منها في حل الأزمة المرورية في إطار خطة التنمية الشاملة للدولة. قامت القوات المسلحة أيضا وبالتعاون مع وزارة الإسكان بتنفيذ مشروع القوس الجنوبي الشرقي من الطريق الدائري الإقليمي، من تقاطعه مع طريق حلوان الكريمات حتى تقاطعه مع طريق السويس من مدينة بدر، مرورا بالتقاطع مع طريق القطامية العين السخنة. وفي سيناء قامت القوات المسلحة بتنفيذ 15 مشروعا ضمن مشروعات تنمية وتعمير سيناء، تشمل مشروعات خدمية في القطاعات كافة: يد تبني وتعمر، وأخرى تحمل السلاح لحماية البلاد من كل معتدي. دور تاريخي للقوات المسلحة كعهدنا بها دائما على مر العصور.